حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض اسئله الدرس اللي فات. الدرس اللي فات كان عن الفورم انتروجاتيف اللي هي اساليب الاستفهام وازاي بنكون اسئله. النهارده هنحل الاسئله الخاصه بالموضوع ده، ولازم يكون لازم عشان تحل الاسئله دي لازم تكون اتفرجت على الفيديو اللي فات علشان نقدر نحل الاسئله مع بعض. ونبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندنا هنا تروف لا كيستيون، يعني حاول تجد الاسئله، السؤال المناسب. الاجابه عندنا هنا نوز الون او سينما، احنا ذاهبين الى السينما. فعلى طول هتبقى السؤال في او معناها اين او اليفو، اين تذهبون. هتبقى الاجابه نوز الون او سينما، احنا ذاهبين الى السينما. عندنا هنا وي جو في لو دوفوار، طالما في وي في الاجابه يبقى السؤال هيبقى فيه اسكو اللي هي معناها هل. لازم تبقى الاجابه فيها يا وي يا نو. هتبقى اسكو تو في لو دوفوار، هل انت بتعمل الدوفوار؟ وي جو في لو دوفوار، ايوه انا بعمل دوفوار، يبقى كده الاجابه مظبوطه. هنا عندنا il part à شرم en avion، هو سافر الى شرم بالطياره. يبقى هنا بنسأل على وسيلة المواصلات، هو سافر ازاي؟ comment part-il à شرم، هو سافر ازاي على شرم؟ il part à شرم en avion. il est 7 heures، طبعا ده السؤال اللي احنا عارفينه من زمان جدا. quelle heure est-il، الساعة كام؟ il est 7 heures، الساعة 7. cette chemise coûte 70 livres égyptiens، يعني القميص ده يتكلف 70 جنيه. طالما كوت يبقى كومبيان كوت، كم يتكلف؟ كومبيان كوت cette chemise. cette chemise coûte 70 livres égyptiens. تحت هنا mon frère est pilote، يعني أخويا طيار. يبقى السؤال que fait ton frère، أخوك بيشتغل إيه؟ هنا كده le train part à 6 heures، يعني القطر بيمشي الساعة 6. يبقى à quelle heure part le train، على الساعة كام القطر بيمشي. هنا كده جابيت سموحة، أنا ساكن في سموحة. وأبيت تو، أين تسكن؟ جابيت سموحة، أنا ساكن في سموحة. عندنا هنا جو في أو كلوب، أين تذهب؟ أنا رايح النادي. هيبقى السؤال إيه؟ أين تذهب؟ أو فاتير، سهل جدا، فيرب أليه. هنا عندنا il travaille à la banque، يعني هو بيشتغل فين؟ فالسؤال هيبقى il travaille à la banque، هو بيشتغل في البنك. هيبقى السؤال هو بيشتغل فين؟ où travaille-t-il، هو بيشتغل فين؟ هنا ça va bien merci، طبعا ده سهل جدا واحنا عارفينه. ça va bien merci، هيبقى السؤال comment ça va. هنا كده جي 13 ans، برضو ده من الأسئلة القديمة اللي احنا عارفينها. جي 13 ans هيبقى quel âge as-tu، كم عمرك، عندك كم سنة. هنا je m'appelle Alex، أنا اسمي أليكس. هيبقى السؤال برضو comment tu t'appelles. طبعا الأسئلة الأخرانية دي سهلة جدا، احنا واخدينها من جونيور 2 وجونيور 3 وكلها حاجات سهلة. عندنا درس هنا بيقول ايه؟ les articles partitifs. نركز مع بعض شوية علشان ده درس بسيط بس مهم. article partitif اللي هي أدوات التجزئة. يعني ايه أدوات التجزئة؟ يعني انا لما اقول انا اكلت التفاحه، انا اكلت شوكولا، انا اكلت جاتو، انا اكلت رز، اكلت فراخ، لحمه، لازم استخدم ادوات تجزئه بتيجي قبل الاكل اللي انا باكله ده. ازاي الكلام ده؟ عندنا اول ادوات التجزئه دو، ودو دي بيجي وراها ماسكولين سنجولير يعني مفرد مذكر. عندنا دو لا بيجي وراها فيمينين سنجولير يعني مفرد مؤنث. جميل جميل. عندنا كمان دو ودي ابوستروف بنستخدمهم لما يكون الجمله فيها نيجاتيف، يعني لما يكون فيها نو وبا، زي كده ادي النو اهي وادي البا اهي، بنستخدمها لما يجي في الجمله نو وبا. دو ودي ابوستروف. عندنا كمان دي لما يجي وراها جمع، الجمع ده بيبقى اخره اس او اكس، بنستخدم دي. يبقى احنا عندنا هنا الادوات دي دو ودولا ودو ودي ابوستروف ودي. تمام كده. مثلا جو مونج دي جاتو، انا باكل الجاتو، بصوا ده جمع فاخدنا دي. جو فو دي فروي، انا اريد فواكه. دي بسكوت يعني بسكوت. اريكو فير يعني فاصوليا خضراء. فراز يعني فراولة. طماطم. بوم دو تير، في هنا دو بس ناقصة. بوم دو تير بطاطس. فريت يعني بطاطس محمرة.
كل دي حاجات جمع بنستخدم معاها دي. وطبعا هنحفظ مع بعض دلوقتي شويه اكلات كتير كده مع بعض بتيجي مع دي وبتيجي مع دولا وبتيجي مع دي. يلا بينا مع بعض، بسم الله. قبل ما ابدا الجدول ده، في هنا كمان دو الابوستروف بيجي وراها ايه حاجه فويال، دي هنرجع لها طبعا مع الايه الامثله. دو لو مينيرال، لو مينيرال يعني مياه معدنيه، ودو لويل استخدمنا دو الابوستروف علشان هنا في اتش او في اش ده حرف متحرك، وهنا في او وده حرف متحرك. ويل يعني زيت، ودو لو مينيرال يعني مياه معدنيه. ويلا بينا نبدا مع بعض الجدول ده. شايفين اول اداه عندنا اداه تجزئه دو، ودي بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها ماسكولين زي ما احنا اتفقنا. دو بيجي وراها ماسكولين. كل الكلمات اللي قدامنا دي ماسكولين يعني مذكر. يلا بينا مع بعض، بسم الله نحفظ سوا. دو لي لبن، دو تي شاي، دو كافيه قهوه، دو جو عصير، دو شوكولا شوكولاته، دو سيترون ليمون، دو ريز رز، دو بولي دجاج او فراخ، دو بواسون سمك، دو فروماج جبنه، دو بور زبده، دو سل ملح، دو سكر سكر، دو بوافر فلفل اسود، دو بان عيش. ثواني كده. دو بان، دو ياور زبادي، دو كاكاو، دو فو لحمه، دو زوف بيض، دو روتي يعني اي حاجه مشويه. نقولهم كده على السريع مع بعض، وهقول لكم انطقها دو قبل الكلمه عشان تحفظوا. دو لي، دو تي، دو كافيه، دو جو، دو شوكولا، دو سيترون، دو ريز، دو بولي، دو بواسون، دو فروماج، دو بور، دو سل، دو سكر، دو بوافر، دو بان، دو ياور، دو كاكاو، دو فو، دو زوف، دو روتي. كل ده كلمات اكلات ومشروبات مذكر، فهتاخد ايه؟ هتاخد دي معاها. نخش على اللي بعدها هنا، اللي على بعضها دي كلمات فيمينا مؤنث. دو لا فارين يعني دقيق، دو لا كريم كريمه، دو لا جلاس ايس كريم، دو لا كونفيتور يعني مربى، دو لا سالاد سلطه، دو لا سوب شوربه، دو لا ديند اللي هو الديك الرومي، دو لا فيوند لحمه، دو لا ليموناد عصير ليمون، دو لا تارت اللي هو التارت، ودو لا كريب اللي هو الكريب طبعا. دو لا فارين، دو لا كريم، دو لا جلاس، دو لا كونفيتور، دو لا سالاد، دو لا سوب، دو لا ديند، دو لا فيوند، دو لا ليموناد، دو لا تارت، دو لا كريب. يبقى اصبح عندنا الكلمات اللي قدامنا دي تعتبر مفرد ومؤنث، عشان كده اخدت قبلها ايه؟ دو لا.